نقلت جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل عن مصادر نقابية في سيدي بوزيد أن شابا ثانيا أقدم على الانتحار مساء اليوم أمام مقر معتمدية سيدي بوزيد الغربية. وقال شهود إن الشاب حسين الفالحي طالب بحقه في العمل قبل أن يقدم على تسلق عمود كهربائي. وتترافق هذه الحادثة الثانية مع حالة توتر واحتجاجات تدخل اليوم السادس في محافظة سيدي بوزيد منذ قام شاب يوم الجمعة الماضي بإحراق نفسه احتجاجا على حرمانه من مصدر رزقه. وقال عطية العثموني الناطق باسم اللجنة الجهوية التي تم تشكيلها لمتابعة الأحداث في سيدي بوزيد، قال في تصريح للجزيرة إن مسيرات جابت اليوم مدينتي أرقاب ومنزل بوزيان طالبت بإطلاق سراح كل معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت يوم الجمعة الماضي. ولم يكشف الناطق باسم اللجنة الجهوية لمتابعة هذه الاحتجاجات عن مآل الاتصالات مع ممثلي السلطات المحلية بشأن مطالب المتظاهرين، وهي التحقيق في ملابسات إقدام الشاب محمد بوعزيزي على إحراق نفسه والمطالبة بالحق في التشغيل والتنمية في الجهة. ونظم محامون في محافظة القصرين وقفة احتجاجية تضامنا مع سكان محافظة سيدي بوزيد. من جانبه وصف وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم ما حدث في سيدي بوزيد بالحادثة العادية والمعزولة، وعبر عن أسفه لقيام شاب بحرق نفسه. وفي أول تصريح لشخصية حكومية يأتي بعد نحو 4 أيام من اندلاع هذه الاحتجاجات الاجتماعية في المحافظة، أعرب الوزير عن استغرابه مما قال إنه تشكيك في مسيرة التنمية، وقال إن أطرافا معروفة ركبت الحادث وأولته لأسباب سياسية. وفي رد على التصريحات الرسمية قال أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد في تونس إن القوى السياسية المعارضة ترفض ما أسماها الاستخفاف بالمواطنين. وشكك إبراهيم في الأرقام التي تقدمها الجهات الرسمية بشأن البطالة في محافظة سيدي بوزيد. نحن لسنا مع تهويل الأمور بهذه الحال، ولكن لسنا مع استخفاف بها سياسة النعامة ودس الرأس في التراب ما ثم حتى شيء، ثم كان القوات حتى تستغل. مشكلة البطالة مطروحة بشدة في سيدي بوزيد. ما يجوز نقولوا أنه ما ثم حتى مش علاش وقت البلاء شبه رسمي يقول أن معدل البطالة فيها لا يتجاوز المعدل الوطني بما في ذلك ما في صفوف حاملي الشهادات. انا نقول الساعه المعدل الوطني هو بدون غير لا يمكن ان يبعث على الرضا بالذات، هو بدون غير مرضي وفي حاجه الى ان يقع معالجته بطريقه جديه في الولايه وفي كامل البلاد. ثم حاجه لازمها تكون معروفه، هو انه فيما يتعلق بحاملي الشهادات العليا الرقم القياسي وين نجدوه في ولاية سيدي بوزيد. وقال إبراهيم إن في التعاطي الرسمي مع احتجاجات سيدي بوزيد إمعانا في احتقار المواطنين وعدم استخلاص لدروس الماضي. الطريقة اللي تواصل بها التعقيم الإعلامي واللي الناس ما يسمعوا الديمقراطية إلا عن طريق القنوات الأجنبية أو عن طرق الفيسبوك أو الإنترنت وغيره، إلى متى باش تواصل الإعلام التونسي التعامل بهذا الاحتقار لذكاء التوانسة وذكاء الشباب بتاعها. أنا نقول هذا ما ثم حتى استخلاص الدروس الماضية. ومعنا من مدينة سيدي بوزيد عطية العثموني الناطق باسم اللجنة الجهوية التي تم تشكيلها لمتابعة الأحداث في سيدي بوزيد. سيد العثموني، هل لنا بتفاصيل أوفى عن حالة الانتحار الثانية في سيدي بوزيد؟ نعم أختي، أهلا وسهلا. أولا أريد أن أشير أن تجدد المسيرات والاحتجاجات كل من سيدي بوزيد والمكناسي وبوزيان في هذه الليلة. أريد أن أقول أيضا أنه رغم التطمينات التي أكدت عليها جهات مسؤولة
وخاصة الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد حول إطلاق سراح المعتقلين كافة، إلا أن الحادثة التي حدثت الليلة أكدت أن الوضع ليس معزولا، وضع الانتحار السابق ليس معزولا وليس كما يعتقده السيد وزير الداخلية. طيب سيد العثموني، كان هناك حديث عن توقع بتراجع حجم الاحتجاجات، كيف هي الاحتجاجات اليوم؟ في البداية كان هناك هدوء كامل تقريبا، ولم نشهد في نهار اليوم أي حادث، بل بالعكس كنا مطمئنين إلى أن الأمور سوف تعود إلى نصابها، ولكن بعد أن وقع هذا الحادث انفجر الوضع من جديد، وتجمع عديد من الشبان وسط المدينة، وهناك احتجاجات في الشوارع، وأيضا اندلعت احتجاجات أخرى في كل من بوزيان والمكناسي. أريد أن أقول أيضا أن الشخص الذي حاول الانتحار قد نقل إلى المستشفى، وأنه حسب معلوماتنا لم يتوفى بعد. من ناحية ثالثة، اللجنة الجهوية لمتابعة الأحداث، هذه اللجنة قد أقرت اعتصاما كامل الليل احتجاجا على الوضع المتأزم. طيب هل لنا سيد العثموني بنتيجة اتصالاتكم مع الجهات الحكومية حول حادثة الانتحار الأولى وحول المطالب الشعبية في سيدي بوزيد؟ كانت أولا أريد أن أؤكد أننا كلجنة وكنطق رسمي باسم اللجنة لم يتم استقبالنا إلى حد الآن من قبل السلطات، ولكن الطرف الوحيد الذي يتصل بالسلطات هو المكتب التنفيذي الجهوي. فبعد أن نزل علينا المكتب التنفيذي الوطني بعضوين، اتصل بالسيد الوالي وبرسائل حسب مصدر المكتب التنفيذي الجهوي قد تم إطلاق سراح جميع المعتقلين. نعم. وأيضا قد تم بداية سحب القوات الأمنية، وبينما الوضعية الاقتصادية هو ملف شائك لا يمكن معناها أن يحل في ظرف ساعات أو في ظرف أيام. أشكرك عطية العثموني الناطق باسم اللجنة الجهوية التي تم تشكيلها لمتابعة الأحداث في سيدي بوزيد. كنا معنا من سيدي بوزيد، شكرا جزيلا لك.